اهلا اهلا. سألت عليك قالوا انك عيان بعافية، قلت اجيلك ازورك. خطوة عزيزة يا زاهية. كنت بقول ايه يا عجيز؟ نعم. ما شاء الله انا عرفت انك اشتريت اكتر من 90 فدان على المصرف. وبعدين؟ ولا قبلين. وكنت بقول يعني تعوض الناس شوية. يعني ايه؟ يعني تضاعف لكل واحد التمن، خصوصا بتوع القيراط والقيراطين. واذا ما حبيتش اعمل كده؟ ما انا طبعا مش معقولة هقول لك رجع لهم الارض. ليه؟ ما تقولي. يبقى خلاص اعمل اللي بقول لك عليه وبلاش نفتري. اسمعي يا ست انتي، انا استحملت كتير. اللي بتقوليه ده تخاريف. انا راجل تاجر واشتريته، ده حظي. معلش يا عجيز، دول غلابة. معلش دي عند الجهله اللي زيك. الله الله الله. اسمعي اللي هقوله لك للاخر. زمان لما وقفتيني في 3-4 دكاكين ومع ان الناس ما كان لهاش حق قلت زي بعض. اوعي تفتكر ان ده عشان سواد عيون الناس ولا عشان سواد عيونك. انا قلت هد اللعب دكاكين وما تسويش حاجه وتعدي الحكايه. دلوقتي دي صفقه العمر. ما هو انا السبب فيه. انت كسبت كويس قوي. طب ما انت كسبت كمان كويس انا قوي. صرفت دم قلبي على الانتخابات، وقفتك على رجلك بفلوسي وده استثمار. عملتك عشان اخد المقابل. هتيجي دلوقتي تسوقي الهبل على عبط وتسبلي عينيك وتقولي عشان الناس وباسم الناس عايزه تذبحيني؟ لا يا اختي، لا يا ماما، فوقي بقى واعرفي تتكلمي تاجر كبير قوي. هات وخد، وانا دفعت ودلوقتي بقبض. جرى ايه يا عجيز؟ مالك كشفت عن وشك الوحش كده ليه؟ انا في النور وبقول كلام مظبوط. صح الباقي عليك انت المفروض تحلفي بحياتي، لان العز والجاه اللي انت فيه ده لولايا كنت تبقى مجرد واحده جاهله ما تسويش تعريفه. اوعي تصدقي نفسك، اوعي تكوني فاكره ان بيخيل عليا الكلام اللي بتقوليه ده. لا، انت فاهمه اللي قدامك ده غبي، عايزه تستفيدي وغيرك ما يستفادش وتقولي رجع الارض للناس. ليه يا اخويا؟ عشان الضمير لازم تراعي ربنا. يا اختي؟ خليك انت في نفسك. انا يا اخويا لقيت حل وهعوض الناس، واذا كنت بعمل حاجه لنفسي فاني بعمل 10 للناس. انا كفرت وهدفع في موضوع الارض ده، بس انت لازم تدفع. مش دافع، وكلام فارغ مش عايز اسمعه. انت هتخسرني كده يا عجيز. في 60 داهية احرقك واعمل غيرك. اخص على منظرك. اسم الله عليك انت يا اختي. انت هتعوض الناس يا عجيز، وانا بقول لك اهو، وهتشوف انا ولا انت. جهله وبتخرف. بقول لك ايه، اعملي اللي انت عايزاه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا قريطة؟ الحمد لله. ابسط يا عم، العجيز بقى احسن قوي وهينزل الشغل بكره كده؟ طب عال لحسن